ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفيديو بتاع النهارده هكلمكم فيه عن الشعر التالف والمتقصف، ازاي نعالج التقصف اللي عندنا وتلفان الشعر، ايه هي الحاجات اللي بنعملها بتساعد على ان الشعر يبوظ، ايه هي الحاجات اللي ممكن نعملها تخلي شعرنا هيلثي اكتر. كمان الناس اللي عملوا بروتين وكرياتين وبيكوا شعرهم كتير بيستشوروا كتير وبيستخدموا ادوات فرد كتير، الفيديو ده ليكم. بما ان ده تقريبا اكتر سؤال بتسأله على الانستجرام، فيلا بينا. قبل ما ابدا ما تنسوش تبقوا تعملوا سبسكرايب وتروحوا الانستجرام لو عندكم اي سؤال برد برايفت. ما تنسوش تعملوا فولو، يعني كده ايه، بصوا ظبطوا نفسكم. يلا بينا. اول حاجه محتاجين نعرفها هي ايه تركيب الشعرايه. يعني هل الشعرايه بتتكون من مواد سهله البناء؟ خلينا كده في المطلق نعرف ان الشعر فيه نسبه ميه وفيه كميه بروتينات كتيره متجمعه جنب بعض، بتعمل روابط كبيره شويه، بتبقى بروتين قوي جدا اللي هو الكرياتين. عشان كده لما بنروح للكوافير بتقول لنا احنا هنعمل كرياتين، هي بتبدا تضيف الماده اللي تخلي الشعر متكون اكتر، او لو هو جعان منها بس بطريقه خارجيه وبطريقه بتعمل اضرار كتير فيما بعد. ما هي ماده طبيعيه موجوده اصلا جوه الشعر، بس طريقه استخدامها على الشعر بتبقى غلط، فبتدمر الشعر بالكرياتين اللي جوه والكرياتين اللي بره. بالتالي بتكون تركيبه الشعرايه انها بتعتمد على الكرياتين، ومن اكتر الحاجات اللي بتبني بروتين كويس للشعر عشان الشعرايه نفسها تكون قويه مش ضعيفه، ما تتكسرش بسهوله، والبروتين بتاعها يبقى بجد قوي. بنبقى محتاجين مادتين مهمين جدا، هي الفوليك اسيد والبيوتين. الفوليك اسيد ده موجود في حاجات كتيره جدا زي الحمضيات اللي هي البرتقال والليمون، موجود كمان في كبد البقر، موجود في البقوليات وفي البيض. كل الحاجات ديت بتحتوي على حمض الفوليك او الفوليك اسيد دوت بنسبه كبيره، ودي بتساعد في بناء الشعرايه بشكل ملحوظ جدا. فلو انتظمنا على ان احنا ندخل ده في اكلنا بشكل منتظم، الشعرايه نفسها تتبني احسن. تاني حاجة وهي البيوتين، وده واحد من مشتقات فيتامين ب أو فيتامين بي، وبيسموه ساعات بي 7، وده بيبقى موجود بنسبة كبيرة في البنجر، وده أهم حاجة. وكمان بيبقى موجود في بعض أنواع البذور زي بذور الشيا اللي احنا بنستخدمهم لو تفتكروا في التحدي بتاعنا، لأن تقريبا كوباية البنجر بتحتوي على أكتر من 140 جرام من البيوتين، ودي كمية كبيرة جدا وكمية فعلا تخلي الشعر مترفه وغني جدا بالبيوتين، يعني الشعرايه فعلا هتبقى قوية. ودول معلومتين مهمين جدا وحاجتين بجد لازم نضيفهم على الروتين الغذائي بتاعنا، لان الشعر بجد بيبقى محتاج ان احنا نهتم بيه داخليا وخارجيا. ده كده بالنسبة للداخليا. اهم حاجتين لازم ندخلهم في الروتين بتاعنا حمض الفوليك، وتاني حاجة وهي البيوتين او مشتقات فيتامين ب اللي هو فيتامين بي 7. وبكده هنضمن ان الشعرايه بتاعتنا هتبقى قويه جدا واهتمينا بيها داخليا. نيجي بقى للعوامل الخارجيه اللي ممكن تؤدي ان الشعر يتقصف او ان يحصل له تلف ودمج كده ويبدا يقع وما يبقاش عندنا شعر اصلا. اول حاجه وهي ان احنا لما بنعمل بروتين وكرياتين، دول اكتر الحاجات واسرع الحاجات اللي بتعمل دمج رهيب في الشعر. واول حاجه ولازم تبقى موجوده في كل الاعراض هي التقصف. البروتين والكرياتين بيعملوا حاجات كتير قوي اضرار في الشعر، بس اكتر حاجه لازم تبقى متلازمه مع كل الناس هي تقصف الشعر. تاني حاجة وهي المكوى والسشوار والهيت عامة، لان ده برضو بيكسر الروابط اللي بتبقى موجودة جوه بين البروتين عشان يتجمع عشان يعمل الكرياتين اللي هو البروتين قوي. فالروابط دي لما بتتكسر مش بيبقى سهل ان احنا نربطها تاني، وبنبقى محتاجين ان احنا نهتم بدنيا بجسمنا والاكل والشرب، ودي بتبقى حاجة صعبة قوي. فيفضل جدا ان احنا ما نعرضش شعرنا لا للمكوى ولا سشوار ولا بروتين ولا كرياتين. تالت حاجة وهي من الحاجات اللي بتعمل يعني دمج بس على اخف من الاتنين اللي فات، بس نفس نوع الدمج، وهو استخدامنا للفرش بلاستيك. البلاستيك بيولد وخصوصا على الشعر المبلول بيولد كده بعض من الشحنات الكهربائية اللي بتساعد على تكسير الروابط اللي ما بين البروتين، فبالتالي بيبقى بروتين ضعيف مش كرياتين قوي، لان الكرياتين هو بروتين بس قوي، روابطه قويه وماسكه نفسها، وبالتالي الشعره كمان قويه. انما كل الحاجات دي بتقلل من ان الروابط تبقى ماسكه بعضها قوي، فبتبقى خفيفه اكتر، وبيبقى ساعتها البروتين الموجود في شعرنا ضعيف قوي. رابع حاجه بتعمل تلف ودمجت وخصوصا في الاطراف، وبتعمل كده زي كومبلكس او تعقد ما بين الشعر، وهي ان احنا نغسل شعرنا بميه سخنه. ولو هتقولوا لي ايه موضوع التشابك بالتلف، هقول لكم وانتوا بتسرحوا دايما غصب عننا، مش الشعر بيقع من الجذور لما بيحصل تشابك، نص الاطراف اللي تحت هي اللي بتقع، وبالتالي الشعر بيبقى فيه واطي وعالي وقصير وطويل، وده اللي بيعمل التقصف اللي بنلجأ في الاخر لقصه. خامس حاجه وهي ان احنا نستخدم نوع ليف ان يكون نوع رديء، نوع مش كويس. انا ما عنديش مشكله ان تستخدموا اي نوع ليف ان، بس حاولوا دايما تختاروا حاجه تكون بجد كويسه، مش بتخلي الشعر ناشف محجر او كده، عارفين اللي هو الشعر المتكهرب اللي هو كده مش انسيابي ومش مرن. انتوا ممكن تجربوا الحاجات الرخيصه دي، بس لو انتوا
عايزين تجربوا هو انتوا ايه اللي هيليق على شعركم في الليفن، سيرم، كريم، بديل زيت، ايه اللي هيليق على شعركم. اول ما تلاقوا الحاجه دي وانتوا جربتوا خلاص الحاجه الرخيصه، خلاص انتوا ارتحتوا مثلا على الزيت، ندفع بقى ونجيب حاجه اعلى. لو تفتكروا ان في كل الفيديوهات اللي فاتت كنت دايما بقول لكم هما حاجتين اللي لازم نصرف عليهم، حمام الزيت والليفن. الباقي مش مهم قوي ان احنا نصرف عليه، هو طبعا مهمين بس مش باهميه حمام الزيت والليفن. سادس غلط ممكن نعمله يعرضنا للتقصف، وهو ان احنا بنتعرض كتير جدا للشمس من غير ما نحمي شعرنا. كنت قلت لكم السنه اللي فاتت او اللي قبلها ان اقل طريقه ممكن نحمي بيها شعرنا من الشمس والميه في البحر هو ان احنا نحط طبقه من زيت جوز الهند على شعرنا، عشان الاملاح اللي في البحر والاشعه الضاره اللي موجوده في الشمس ما تضرش شعرنا اكبر قدر ممكن. ولو بنتعرض للشمس بشكل دايركت يوميا، نحاول على قد ما نقدر نلبس كاب او نحط على شعرنا هير بروتكشن بحيث ان احنا نحميه زي بشرتنا بالظبط من اشعه الشمس. 7 وهي ان احنا بنتعرض للهواء بشكل اوفر، بمعنى شعري مبلول ولسه طالعه بيه حالا وهوب رحت نازله الشارع، بعيدا طبعا عن دور البرد المحترم اللي ممكن يجيلنا. هو بجد الشعرايه مش بتقدر وهي رطبه انها تقاوم كميه الهواء والعواصف الرياحيه عارفين الهواء المتطاير ده، لا ده اكبر غلط على شعر وخصوصا لو مبلول. ودايما لو شعرنا فيه شبه تنديه سيبوه ينشف على الاخر وبعد كده اتعاملوا بقى مع الهواء والشمس والكلام ده. تامن حاجة وهي الصبغة وأدوات الفرد. عايزة أقول لكم إن ليهم أضرار، أكيد ليهم أضرار وبيكسروا برضو في الروابط الموجودة في الشعر، بس أضرارهم أقل لو استخدمناهم على فترات متباعدة. تاسع حاجة وهي إن إحنا بنغسل شعرنا كتير. فكرة إن أنت تغسلي شعرك كتير ده بيقلل من إفراز الدهون الصحية اللي موجودة في فروة الراس، في الشعراية مش قادرة جماعة، الحاجة اللي بتحميني مش ملاحقة أشربها، واللي بيحميها هو الزهم الطبيعي اللي بيتفرز من فروة الراس، وكتر الغسيل الشعر بيقلل منه، فالشعرايه ما عندهاش اللي يحميها فللاسف بتتكسر وبتتقصف. طبعا مش هتكلم على ان احنا ممكن نتعامل مع شعرنا وهو مبلول بفوطه عاديه مش بمايكرو فايبر مش بقطن، ده بيعمل زي شحنات كهربائيه بسيطه كده بتعمل برضو تقصف في الشعر، ده غير الهيشان المريب اللي بيحصل لو احنا ما استخدمناش المايكرو فايبر. اخر حاجه وهي اول حاجه كلمتكم عنها وهي قله اهتمامنا بصحتنا، قله شرب الميه، قله الفيتامينات اللي بتدخل جسمنا، قله الفوليك اسيد وقله البيوتين في جسمنا، بجد بتعمل ضرر كبير جدا لشعرنا وبيبان جدا عليه. ولو في منكم جرب الموضوع ده قبل كده ان هو اهمل في صحته حبه مع انه مهتم بشعره، هيلاقي فعلا كان في ريزلت سيئه جدا، مع ان انا جايبه كل حاجه بس انا صحتي مش مظبوطه. نيجي لاهم ستيب، ازاي اعالج التقصف والتلف اللي موجود في شعري. اول حاجه احنا محتاجين للاسف لو الاطراف بتاعتنا هي اللي مقصفه وموجود فيها كده نقط بيضه صغيره، محتاجين ان احنا نقص الاطراف ديت بحيث ان احنا نبني شعر احسن. تاني حاجه بعد ما احنا نقص اطرافنا نبقى محتاجين ان احنا نتعامل مع شعرنا بشكل احسن وروتين كويس. اهم حاجه حمام الزيت على الجذور وحمام الزيت على الاطراف. دايما بحس ان احنا بنحط على الجذور وبنمشي، بس لا الاطراف كمان بتبقى محتاجه حاجه ترطبها وتغلفها وتحبس جواها الترطيب كده علشان الشعرايه تبقى اكسبنسيف كده وقويه في نفسها وسميكه، مش اي حاجه تكسرها ومش اي حاجه تخليها متقصفه وتلفه. ما نستخسرش اطلاقا في حمام الزيت، انا لسه قايله لكم ان ده حاجه من الحاجات اللي بندفع فيها علشان خاطر بجد من اهم الخطوات هي حمام الزيت. خطوة علاجية تانية وهي حمامات الكريم او الماسكات بتاعة الترطيب، لان بجد الشعر المتقصف اهم حاجة بالنسبة له الترطيب العميق، وانا مش هكلمكم عن الترطيب لان انا بجد عامله لكم فيديوز كتيرة جدا زي فيديو ديب مويسترايزنج ميثود اللي هو طريقة الترطيب العميق، وزي فيديو ماسك الموز لانه بجد بيرطب الشعر كويس جدا، وفيديوهات تانية لسه هنزلها وماسكات كتيرة تقدروا تعملوها. المهم ان اكتر الحاجات اللي بتحسوا انها بترطب شعركم وبتخليه ناعم كده وفكرة السيحان ده موجودة اعملوها على طول من غير ما تفكروا. ثالث حاجة او رابع حاجة هي ان احنا نستخدم ليف ان يكون كويس. فكرة الليف ان هو انه بيغلف الشعراية ضد عوامل البيئة، يعني لو في شمس تراب هواء هو اللي بيغلفها وبيحميها ضد العوامل ديت، فاحنا لازم نبقى بنستخدم ليف ان نكون صارفين فيه ويكون لايق على شعرنا بيرفكت، ما يخلوش ملزق ولا كده متشنج ولا تحسوا اللي هو خلاص انا نشفت على الوضع دوت وهفضل متكهرب وهايش بالشكل ده. استخدموا ليف ان يليق على شعركم زي ما قلت لكم، جربوا اللي يعجبكم لغايه لما توصلوا للبيرفكت برودكت بالنسبه لكم. وما ننساش نشرب كميه الميه على الاقل 3 لتر في اليوم، 500 مللي منهم على الريق. ناكل حاجات كتيره فيها الجرينز اللي هي الخضروات الداكنه بيبقى فيها كميه حمض فوليك كتيره جدا. كمان ناكل الخضروات والفاكهه والاحماض زي البرتقال والليمون زي الحاجات ديت، وكمان البيض ما تنسوش، البقوليات بيحتوي على حمض الفوليك وكمان البيوتين، فده بجد بيبني الشعرايه وبيخلي الشعرايه عندنا صحيه اكتر.
بس كده انا قلت لكم على كل حاجه ليها علاقه بالتقصف والهيشان والشعر التالف، ازاي نعالج دوت. زي ما قلت لكم تقريبا اهم حاجه في الفيديو هو حمام الزيت والترطيب العميق، وكل ده هتلاقوه في الفيديوهات اللي فاتت. لو عندكم اي سؤال اسالهولي في الكومنت او ابعتوهولي على الانستجرام لو مش برد. متنسوش تعملوا فولو هناك. باي باي.